المشكله الكبيره لو الحرب دي مثلا فضلت اسبوعين 3 امتدت اكتر من كده، او دول تانية دخلت في الحرب، فدي هتبقى مشكله كبيره. اول حاجه الدول دي مصنعه الدول دي منتجه للنفط والغاز بدرجه كبيره، وهيبدا سعر النفط والغاز يزيد تدريجيا وبصوره متوحشه. الحكومه بتاعتنا هتيجي في وقت من الاوقات تقول يا جماعه انا ده اخري، وانا وصلت لمستوى دعم كبير جدا، هعمل حاجه من الاثنين. اول حاجه هخفف احمال على المواطن، وتاني حاجه ان انا هقلل الغاز والنفط عن المصانع. ودي الحته اللي احنا تخصنا احنا، ان المصانع لو وصل النفط والغاز لها بدرجه قليله التصنيع هيقل، وهتبدا الاسعار تزيد والمنتج ذات نفسه يقل. الحاجه الثانيه ان المركب اللي ماشيه في البحر بتنقل قطعه غيار او بتنقل منتج كامل من بلد لبلد، التامين اللي على المركب دي بيزيد اضعاف. يعني لو في تامين عليها دولار، الدولار ده هيبقى 2 و3 و4، لان في مخاطر كبيره عن المركب اللي ماشيه في البحر وفيها الجهاز اللي يخصنا اللي هو الجهاز الكهربائي او قطعه الغيار. وده برضو من ضمن الاشياء اللي هتخلي الاسعار بتاعه الاجهزه ممكن تزيد.